في سن والدك، ما هوش عيل صغير ولا شاب من سنك. لما تكون شيف شانتي والباترون مسكك الليله كلها وعارف كل مسمار في الشنطه هو فين، هقول لك على حاجه بس. لما يكون في ناس معاك عندها 50 سنه و60 سنه وناس قديمه هنا في البلد وانت لسه جاي بقالك كام سنه، احترم الناس دي. حتى لو هم مش بيعرفوا يشتغلوا، حتى لو هم بيماركوا اليوم، الباترون عارف الكلام ده. بس اهم حاجه انك تحترم الشخص ده. ما ينفعش تقعد تعلي صوتك وتتخن حسك وتطلب منه شغل. شخص عنده 20 سنه، الراجل ده عنده 55 عنده 60 سنه، ما ينفعش ان انت تقعد تجريه في الشنطي على اساس ان هو لسه شاب صغير. فانت حتى لو انت ربنا كرمك وتعلمت لغه، ربنا كرمك ومعاك اقامه، ربنا كرمك بحاجات كتيره جدا وانت في سن صغير، فالراجل ده ليه احترامه وليه قدره. تربينا على الاصول، تربينا على المبادئ. فانت لما تيجي هنا وتبقى شيف شانتي لازم تركز في النقطه دي كويس. تحترم الناس وخصوصا الناس الكبيره. ده في سن والدك، ما هوش عيل صغير ولا شاب من سنك مهما كان. احترم نفسك يا حماده وركز واستقيم يا حماده. مساء الفل.